بعد آمال كبيرة وأسئلة أكبر، الغموض يخيم اليوم على مستقبل وليد الركراكي مع المنتخب المغربي. فشل أسود الأطلس في التتويج بكأس إفريقيا 2025 بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، لتتجدد خيبة الأمل وتعود عقدة الكان من جديد. دخل المنتخب المغربي هذه النسخة بطموحات كبيرة خاصة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم، لكن النهاية لم تكن كما كان يتمنى الجمهور المغربي. الشارع الرياضي المغربي انقسم بين من يطالب بتجديد الثقة في الركراكي، ومن يرى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مدرب جديد قادر على كسر العقد الألقاب الإفريقية. إلى حدود الساعة لم تصدر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أي قرار رسمي بخصوص مستقبل وليد الركراكي، ما يزيد من الحالة الغموض حول المرحلة المقبلة. ورغم هذا الإخفاء لا يمكن إنكار ما قدمه الركراكي، خاصة قيادته لأسود الأطلس إلى إنجاز غير مسبوق في كأس العالم. لكن كرة القدم لا تقاس إلا بالألقاب.